انا الانكسار الحقيقي في شخصيه امين بالنسبه لي انا اللي هو الموضوع بتاع موروكو بتاع المغرب. الزول ده عنده حركه اسمها، وده بالمناسبه السبب بتاع التواصل بتاعي معاه في الخاص، عنده حركه اسمها حركه التعايش السلمي السوداني، هو الرئيس بتاعه والمؤسس بتاعه. فدعاني لانه انا انضم للحركه بتاعته دي، دعاني دعوه لانه انا اكون عضو للحركه بتاعته، اللي هو الحركه بتاعت التعايش السلمي السوداني دي. فقمت قلت له رسل لي المانيفستو بتاعكم عشان انا اقراه. فقام قال لي اديني رقم الواتساب بتاعك ارسل ليكي اسم شنو، ارسل لك المانيفستو بتاعنا. وفعلا رسلوا لي في الواتس وقريته وعلقت عليه وكده، يعني مريت عليه وكده وعلقت عليه. يمكن ده كانت المكالمه الاولى ذاتها بيني وبينه، يعني كان في الموضوع ده ذاته اللي هو موضوع بتاع حركه التعايش السلمي بتاعته دي، اللي هو الرئيس بتاعه وكده وعنده مشروع وحاجاته وعايز يعني يوصلها للناس وكده. وبالنسبه لي انا الكلام اللي هو كتبه كلام جميل يعني. وده اللي بيوريك انه يعني الكلام الجميل ده اذا ما اتنفذ في ارض الميدان وما بقى عنده آلية بتاع التنفيذ في ارض الميدان، بيبقى مجرد كلام قاعد في ورق، بيكون ما عنده قيمة، بيبقى مجرد كلام. لازم اي كلام انت تكتبه يكون عنده آلية بتاع التنفيذ. فانا سألته من الآلية بتاعت التنفيذ وقلت له مصادر التمويل حقتك شنو للمشروع بتاعك ده، المصادر بتاعت التمويل بتاعتك شنو. فقلت له اذا ما عندك مصادر حق التمويل يبقى كلامك ده كله حيكون قاعد في الورق وما حيتنفذ في ارض الميدان. انت محتاج لانه تشوف لك طريقه لانك انت تعمل لك وسيله بتاع التمويل للمشروع بتاعك ده، لانه اي مشروع بتنقص التمويل بيكون قاعد في ورق جميل كده زي ما اتكتب، كلام جميل كلام جميل. انا لما شفت امين والطريقه اللي تعامل بيها مع القصه بتاعت موروكو واللي راحوا ضحيتها شابين 2 باعتبارك رئيس لحركة التعايش السلمي، وشال الموضوع ده كله كده جا عملوا قضية بتاعت فور ضد زغاوة واسبوع كامل ولا في واحد من اللايفات دي اترحم فيها ساكت على الشباب ديل وشاف طريقة عشان يجي يلم الاثنين ديل مع بعض. ما هو رئيس حركة تعايش سلمي سوداني صح؟ انت المفروض تكون الهدف بتاعك من وجودك في الميديا وفي اللايف انه انت تشيل الزغاوة وتجيب الفور، ومش الاثنين دول هم اللي اختلفوا في موروكو وانت كنت السبب بتاع الاشكاليه، تجيبهم عشان تشوف كيف تحل الموضوع ده بالاليات اللي انت كاتبها. ما انت عندك مشروع اسمه التعايش السلمي صح؟ وين التعايش السلمي بتاعك ده ليه ما طبقته لما حصل الاشكال ده في موروكو وطلعت احتفلت في الميديا وقلبت الموضوع زغاوه ضد فور وقعدت وامه الفور وشنو ما بعرف واسبوع كامل داق لايف وما خليت يعني حاجه عشان تشعل بيها النار بين المجموعتين دي ما استخدمتها. وبالتالي انا امين بالمناسبه سقط كده كبني ادم كده انتجريتي، زول عنده انتجريتي، سقط في الحته دي بالنسبه لي انا شخصيا، يعني في المسائل بتاعت هل هو بؤمن بالحياه اللي هو بيتكلم بها دي، هل هو عايز ينفذها حقيقه. انا بالنسبه لي سقط هناك، لانه يعني كون يروحوا شابين ضحايا انت حتى تطلع ولا تترحم عليهم بل تقول انك انت كنت ذكي ودخلتهم مع بعض وخليتهم يضربوا بعضهم، سقط في نظري في النقطه دي تماما. لانه بالنسبه لي انا انت كرئيس حركه التعايش السلمي السوداني كان المفروض دورك يكون مختلف تماما عن الدور اللي انت لعبته في الحته دي بالذات. بالنسبه لي انا انت لا تؤمن بالكلام اللي انت كتبته ده، بالنسبه لي انت لا تؤمن بالتعايش السلمي ولا حتى بتسعى عليه، بل انت كايس لك رافعه سياسيه عشان ترفعك عشان تكون انت عندك حاجه، يعني انت رئيسك. الحاجه الثانيه المصدر بتاع انك انت يعني اللي هو الزخم بتاع ليك انت في الميديا، لكن ما عنده علاقه بانه انت ما مؤمن بالحاجات اللي انت قاعد تقدمها للناس دي ولا بالشعار اللي انت خدتيه. وهسه خدتينه ناس كتار في الميديا هسه من قبلك بيدخلوا ناس هنا خدتين الشعار بتاع حركه التعايش السلمي السوداني، لكن رئيسه ما قاعد يطبق الكلام ده. وشفتوه حتى في المساله بتاعت التعايش السلمي دي هسه لما جاء طقش مجموعتين برضه، مجموعه النوبه مع الفور في الترند الاخير، مجموعتين برضه يدخلهم في كلاش مع بعض. بدل ما هو يكون محضر الخير باعتبارك رئيس حركه التعايش السلمي السوداني، المفروض اول حاجه كان امين يعمل اول حاجه يضرب يستوضحني يعني يضرب لو هو ما فاهم حاجه
في اشكاليه الوقت ده، انا لسه لا حاضراك، لكن انت كان موجود في ترند في حاجه، المفروض كان طوالي يضرب لي التليفون يستوضح الحاجه، بعد ذاك يطلع يشوف هو يطبق الياته اللي هو كاتبه والسرديات بتاعته العلميه اللي هو كاتبها واستند عليها على اساس انه يعمل المانيفستو بتاعه لحركه التعايش السلمي السوداني، المفروض كان يستخدمها عشان يشوف كيف يوقف التصعيد الحصل ده، ويجيب يقرب اوجه النظر ويعمل سلام ما بين المجموعتين. لا بل بالعكس، هو استفاد من الحاجه دي طوالي وشعل النار وقاعد 10 ساعات بيقول في حاجات اللي هو في النهايه انتوا شفتوا التصعيد ده وصل لوين، يعني شفتوا التصعيد وصل لاي حته ولاي درجه، وامين وصل الناس لاي مكان، وصل المجموعتين دي. لا فاي فرقه بيلقاه امين في انه يشعل النار بين المجموعات السودانيه باعتباره رئيس حركه التعايش السلمي السوداني ما قاعد يوفرها، وبالتالي امين لا يؤمن بالحاجات اللي هو قاعد يقدمها في الميديا، وزول ما صادق، لا امين مع نفسه ولا امين مع الناس. وانا بالنسبه لي كانت القشه التي قسمت ظهر البعير اللي هو زي ما قلت لكم في الموضوع بتاع موروكو ده، لانه راحت فيه ضحايا، راحت فيه ارواح، راحوا فيه شباب زي الورد قدامهم مستقبل وعندهم امهات وعندهم اهل وعندهم راحوا فيه شباب، وهو حتى مجرد الرحمه دي عليهم ما ترحم يعني، بل بالعكس كان سعيد جدا وفخور، وحول الموضوع ذاته لموضوع ما يعني وضع قبيلتين قصاد بعض وشعل الموضوع ده برضه نفس الترند اللي هسه كان داير ال10 ايام اللي فاتت دي، نفس الترند يجي عملوا في الترند بتاع ما بين قلب وما بين نوبه وفور، وشعل الدنيا يعني وبحاجات ما حقيقيه وبدوافع شخصيه بحته، دوافعه كلها شخصيه بحته، يعني ما عندها علاقه سواء كان انتقام من تسنيم في المقام الاول، او سواء كان مكسب شخصي لانه هو يعمل ترند ويتصدر الترند، وبعد ذاك من ورا الترند ده اكيد حتجيه متابعات ومشاهدات وكده وبس يعني. فالشخصيه دي شخصيه غير امينه لا مع نفسها لا مع الاخرين، ولا تستحق يعني المتابعه، ولا تستحق الدعم، ولا تستحق السبورت، لانه ما قاعد يمثل الحاجات اللي هو بيقدمها للناس، ما قاعد يمثلها وما قاعد يقدمها. ما ممكن تجي تقول لنا رئيس حركه التعايش السلمي واي محل فوقه كلاش وفوقه شعل نار ما بين مجموعات نجي نلقاك انت قايد المعركه او قائد المجموعه، يبقى انت يا اما انت قاعد تكذب لنا وغاشينا، يا اما انت قاعد تكذب على نفسك وغاشي نفسك، انت زول عباره عن زول عنصري بقيط، زول تبحث عن مصلحه شخصيه، زول ما عندك اي علاقه بالتعايش السلمي السوداني، فبالتالي ما تبيع لنا الهوى، ما تبيع لنا الهوى. شكرا. دي النقطة كلها. بعدينك يعني أنا في الميديا دي يعني ناس كتار هنا في الميديا بالمناسبة بيفتكروا إنه أنا فوراوية، مش يعني متأكدين إنه أنا فوراوية، يعني أنا بتحصل نقاشات زي دي حتى في البوستات حقتي يعني بتحصل في الفيلم. فأنتوا كيف بني آدم كان سبوريف لمجموعه معينه، يجي في النهايه بيقول مثلا امشوا يعني. انا المعسكرات دي يمكن انت تكون المعسكرات دي سمعت بيها بتسمعني في اللايف، انا اشتغلت فيها، انا اشتغلت في معسكرات في دارفور، انا اتطوعت في معسكرات في دارفور، يعني المعسكرات دي انا اشتغلت فيها، طوعت فيها في الالفينات 2013 2014 2000 طوعت شغل في معسكرات، اشتغلت ببلاش في معسكرات. انت ما بتشبهيني، انا ما بشبهك ولا المفروض اشبهك، انا ما بشبهك، لانه انا لما اشبهك انا المفروض اشبه حاجه انا بطمح ليها يعني عشان انا اشبهها، فانا ما داير اشبه لي حاجه ما مفهومه ما معروفه، انا لازم اعرفك انت منو عشان اشبهك يعني، عشان اشبهك. بعدين السودان ده هو في شنو انت يا بتشبهيني، السودان ده منظر السودان اللي انتوا عايشين فيه ده، منظر السودان فيه شنو؟ في السودان ده بيشبهنا؟ ما في اي حاجه بتشبهنا، فيه شنو؟ ولا فيه شنو بيخلي العالم داير يجي عشان يكون سوداني، يعني يموت كده في انه هو يكون سوداني مثلا يعني. في شنو يعني يا سيدي؟ في شنو؟ في حمضنك، في كيماوي،
في حرب 70 سنة، في دولة انقسمت لدولتين، مرشح لأنها تنقسم ل3 دولة تاني وممكن ل4 برضو، في مجموعات بتكره بعضها البعض كراهية عمياء، في شنو، في اقتصاد منهار، في حصبة، في 25,000 نازح داخلي وخارجي، 25 مليون 25 مليون 25 مليون، أكثر من نص السكان بتاعين السودان، 25 مليون. دي الإحصائيات الرسمية تحت المنظمات اللي قاعدة تساعد السودان. في شنو في السودان ده؟ يعني في شنو؟ يعني النساوين الليلة بيلدوا في بالحبل اليوم الليلة، يعني في شنو في السودان ده ذاته بيخليك أنت يعني مثلا كده مميز كده عشان الناس يشبهوك؟ يعني قراراتك مثلا متميز في القرارات اللي قاعد تتخذها، مثلا متميز بشنو؟ بالعلم؟ متميز بشنو؟ ولا اي حاجه. انت متميز بالموت وبعدم التعليم وبعدم التقدم وبالتخلف، يعني متميز بشنو انت؟ ولا باي شيء. يلا الاشكاليه في انه انت مقتنع انك انت متميز وانك انت احسن بني ادم خلقه الله في الكوكب ده، وهنا عشان كده ما قدرت تتطور، عشان كده ما قدرت تجتهد، عشان كده ما قدرت تقدم ما يلزم، عشان انت تطلع من الحفره اللي انت قاعد فيها دي. وبالتالي اي بني ادم عنده بالمناسبه حبه ذرتين بتاعين عقل قاعدين في راسه، اول حاجه بيعملها بيشيل الجوجو بتاعه وبتخارج خارج حدود الدوله اللي اسمها السودان دي، ان شاء الله يمشي ليبيا، يمشي تشاد، يمشي اثيوبيا، بعد ذاك من هناك بيعيش بيحس بانه بني ادم ممكن بعد ذاك يقرر دار يمشي على اتجاه في حياته. لكن اول خطوه بيعملوها السودانيين العاقلين حاليا في العالم ده انه اول حاجه بيشيلها بقادر الناس اللي بيشبهوه ديل اللي هم السودانيين ديل، بقادرهم بيخليهم بيمشي ليبيا او بيمشي تشاد او بيمشي مصر، عشان بعد ذاك من هناك يقرر هو دار يمشي على وين. لانه البلد اللي اسمها السودان ما بتشبه ناس كتار، ما بتشبه ناس كتار، ما بتشبههم. اي بني ادم بيحترم انسانيته وبيحترم نفسه ما بيمشي يعني ما حيقعد هناك، ما حيقعد جوا. وياهو عشان كده بتشوف الالاف المؤلفه والملايين من السودانيين عبروا الحدود وطلعوا عشان يحسوا بانهم هم في مكان بيشبههم، يقدروا يعيشوا حياه امنه ويقدموا في الكوكب ده، عشان الكوكب ده في المستقبل يكون مكان افضل للحياه يعني. امين ما ممكن يجي اللايف بتاعي يا شباب. امين انا عامله له بلوك، الا لو عنده حسابات احتياطيه حاجه تانية معلش، لكن ما عنده اكسس للاكونت بتاعي، انا عامله له بلوك. اي زول بتشوفينا ده ناس خاتين صورته ساي. لا انا ما زعلانه من زول، يعني ليه؟ لانه الزعل يا اخواننا ده شعور قوي جدا جدا. يعني الزعل والغضب بالمناسبه شعور اقوى من المحبه. احساس المحبه ده ايزي بالمناسبه، لكن الزعل عشان تزعل لك من زول بالمناسبه شعور الزعل ده بيستهلكك. فاحسن لك تحب زول بدل ما تزعل منه، لانه الزعل بيستهلك الزول. اسهل لك انك انت تحب زول مما تزعل منه او تكرهه يعني. فغالبيه الناس بالمناسبه اللي انتوا بترفعوهم، انا اديكم السر، الناس اللي بيرفعوك هم الناس القضبانين منك او الناس الحاقدين عليك. يعني لما تكون حاقد على زول انت بترفعه. فالمهم يا اخواننا في كميه من الحاجات حصلت، محاكمه علي كوشيف ووفاه محمد طاهر إيلا والدنيا مقلوبه. كميه من الحاجات حصلت، اللي هو انا بتذكر 2011 كان مشيت بورسودان في 2011 راس السنه، وشفت بورسودان حاجه فظيعه. يعني كانت كانك انت يعني طلعت من مدن تانية من السودان، طلعت من السودان دخلت ولايه تانية او دخلت دوله تانية. واللي هو دي كانت الفتره اللي اشتغل فيها محمد طاهر إيلا في بورسودان، وقلب بورسودان يعني او اشتغل فيها، يعني اشتغل في البنيه التحتيه
وكان رصف الشوارع بتاعتها، وكانت مدينة نظيفة. يعني انت لما تمشيها كان اول بالذات في 2011 كان يداب، كانت يدابة جديدة كده، يعني البنية التحتية اللي هو عمل الشغل اللي هو عمله هنا. ف يعني انا بتذكر الحاجة دي كويس يعني. فمحمد طاهر يلا زول كوز طبعا يعني، ليه الرحمة، الراجل زول كوز. لكن ده بيوريك يعني حتى الجنازة اللي انت شفتها لمحمد طاهر عيلة دي، ده بيوريك انه حتى لو انت كنت كوز لكن اديت شعبك، الشعب ما بينساها لك. شوارع بورسودان اللي انتوا شفتوها دي اللي تعب فيها محمد طاهر عيلة دي، حتى ولو كان تعب بسيط، الخدمة اللي خدمها اليوم دي نفس الشوارع طلعت امبارح في الجنازة بتاعته واستقبلته. وده بيوريك انه حتى لو انت كنت كوز، وحتى لو انت كنت مجرم، وحتى لما تدي اهلك ولما تخدم اهلك ولما تخدم وطنك، وطنك بيرجع لك. وامبارح الزعلانين ديل ما ناس الشرق بس، زعلانين ناس الشرق وناس مدني اللي لما كان والي بالنسبة لهم برضو اشتغل لهم، زعلانين ناس كتار كانوا بيعرفوا محمد طاهر عارفين انه الراجل ده يعني حتى وهو كوز إلا إنه هو كان أفضل الكيزان، كان أفضل الكيزان وقدم وده الدرس اللي تستفيدوا من الشيء اللي حصل امبارح ده يعني. ده الدرس اللي تستفيدوا، إنه حتى لو أنت كنت كوز لكن بتحب بلدك وبتقدم لبلدك، بلدك ما بتنسلك، وطنك ما بينسلك، شعبك ما بينسلك. والراجل ده حيظل في ذاكرة شعب شرق السودان، حيظل في ذاكرة الشعب السوداني كله، باعتباره زول عمل حاجة حتى ولو كانت ما كثيرة، لكنها هي خدمة إيجابية للشعب ولأهله ولمنطقته وللسودان ككل. فالسودان حيفضل له حتى وهو كوز، ومع كراهيتنا كلنا نحن للكيزان بهذا الشكل. لكن عشان ده يوريكم إنه القائد والقيادة بالحاجات اللي هو بيقدمها لشعبه، ما بالقتل ولا بالتشريد ولا بالزارعنا غير الله اللي يجي يقلعنا، ولا القيادة دي بتحفظ مكانتها بالإنجاز بتاعها. ومحمد طاهر ده حفظ مكانته الامبارح انتوا شفتوها دي بالإنجاز بتاعه اللي هو عمله حتى لو كان بسيط. وانا شاهد على الحاجة دي يعني، انا شاهد عيان. انا لما مشيت بورسودان زي ما قلت لكم في 2011 دي كانت اول مرة بعد ما هو بقى والي وكان ظبط حتى الزمن ده كان لسه كان في شوارع ما اكتملت، كان في الشغل شغال فيها يعني، جاري فيها الشغل يعني. ف يعني كانت مدينه مختلفه بالنسبه لنا. وبعد ذاك بقينا نتمنى انه كل المدن تكون بورسودان يعني بقيت لما امشي اي مدينه كنت بتمنى انه لما اجي القضارف كنت بتمنى انه القضارف تبقى بورسودان، لما اجي كسله كنت بتمنى كسله تبقى بورسودان، لما اجي مدني بتمنى مدني تبقى بورسودان، لما اي مدينه انا كنت بعد ما مشيت بورسودان في 2011 بقيت بتمنى انه اي مدينه امشيها تكون بنفس الجمال بتاع بورسودان يعني. فدي واحدة من المواقف حتى ولو كانت حزينة، لكن درس يستفاد منه لأي زول قاعد في السودان ده، قاعد في محل بتاع اتخاذ قرار، إنه أنت لو عايز تكون تخلد اسمك وكده أنت مفروض تشتغل لشعبك يعني، تشتغل لشعبك يعني. والحاجات اللي عملها محمد طاهر هي دي والله ولا كتير يعني. أنا هسه الليلة دي لو نزلت السودان ممكن أعمل لي مصنع بتاع بلوك، وممكن أرصف مدينة كاملة في السودان. هسه ممكن أعمل لي يعني مصنع بتاع بلوك بيكلفني كم مصنع البلوك؟ 10,000 دولار عشان اعمل لي مصنع بتاع بلوك. هسه انا لو نزلت السودان ممكن اعمل لي مصنع بتاع بلوك وارصف السودان ده كله، ارصف مدينه كامله امسكها براي كده، ده ارصف براي. لكن هو ينو السلام ترصف المدينه دي الليله، بكره يجيك البرميل المتفجر يرموا لك يحفر لك حفره اكبر من الحفره اللي كانت موجوده اصلا طبيعيه.